بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم. ردا على تساؤل من أحد المتابعين والإخوة الفضلاء والأخوات الفضليات، أحمد التلبي اللي كان قايل لي يعني مفيش مشكلة، قال لي الرخام ده بيبقى ايه نظامه، بيتعمل ازاي، ولا بيتجاب منين، ولا ايه الحوار اللي فيه. فربنا أراد وكنت عامل الفيديو ده وقلت بقى ايه، خلاص آن الأوان أتكلم، آن الأوان تسمعوا. مش صابر الرباعي ده كامل سعيد. ده يا جماعة الحجر بعد ما بيتسندق، ده المنشار، ده اللي بيتسندق بيه، يعني بيتعمل بيه يعني بتبقى الحجرة مش منتظمة، بتتنظم بالاسطوانة دي. والرخام زي ما انتوا شايفين كده بيتنشر بالمنشار، ولازم على السلاح بتاع المنشار يكون نازل عليه مية علشان بيسخن من الاحتكاك بينه وبين الرخام. فيديو تثقيفي لأي حد بيراوده الشك إن الرخام بيكون مطبوخ. في أنواع بتبقى مطبوخة يعني معمولة في ورش، لكن ده رخام طبيعي. الحجرة اللي بتتنشر دي اسمها صاني منيا. اللي بيحدد سمكها إذا كانت 4 سنتي أو 2 سنتي الشنابر اللي بين الأسلحة. السلاح اللي رايح جاي ده ترددي، ده على فكرة السلاح ترددي ثابت، لكن الرخامة هي اللي تترفع لفوق ببستم. يعني الحجرة دي كده هي اللي بتطلع للمنشار، المنشار ثابت. اللي انا بصور ده الونش ده كنت بحاول افكر بيبقى يعني تمنه كام والكلام ده كله. يعني لما كنت ان شاء الله كنت هبقى مليونير، كان وقتها كان ب750,000 ده الونش بس. عشان بس اي حد فاكر نفسه معاه فلوس لما بيخش شقة التعبان بيعرف انه فقير. الحجر برضو السؤال ده كان احمد سألهوني. الحجر ده بيتشال ازاي، بيتحط فين؟ بيتحط فوق بعضه يا ابو حميد زي ما انت شايف كده. والونش طبعا شايل الايه الحجر. واهم معلومه كنت نفسي توصل والناس تشوفها، الحجره اللي هي اسمها صاني منيا. افتكروا الاسم كويس. الحجره اسمها صاني منيا. على اليمين كده 2 سم اهو، وعلى الشمال 4 سم. الحته اللي في اليمين قوي دي الرخام رفيعه كده، معناها ان الشنابر اللي بين الاسلحه تخرج لك 2 سم تقطيع، وكل السلاح بينه وبين السلاح التاني 4 سم يطلع لك رخامة سمكها 4 سم. المية دي بيعاد تدويرها تاني عشان محدش يقول بتوع الرخام بيهدروا في المية، لأن المية دي بيعاد تدويرها تاني لغاية ما تبقى الرخام مع التقطيع ده بيطلع حاجة اسمها زبدة، فدي بتتشال وبتترمي يعني. لكن المية بيعاد تدويرها تاني. والمية هناك بتتباع بالعربيات، عربية مية بتروح تفضي. هنا الخامة دي اسمها ايه؟ انا قلت من شوية صاني منيا. خامة درجة 0، صاني منيا، بس ليها شغلها. ايه شغلها؟ شغلها ان مثلا عندي بيت مثلا 10 ادوار، 12 دور، 15 دور. يعني مش من المطلوب ان انا هعمل جرانيت، هعمله رخامة تداري الخرسانة عشان السلم يعيش وما تكونش غالية. يعني دي ليها شغلها. دي متلمعة كده اهي، انا بمشي ايدي عليها. الخامة ناعمة جدا، فيها بعض الخروم البسيطة، ما تضايقش في الشغل التجاري اللي هو انا عندي عمارة كبيرة هركب اسانسير، فالسلم ده مش حدش هيلمسه الا لما الكهرباء تكون قاطعة يعني، او الا لما تكون ايه هنستعمل السلم في الاوقات النادرة جدا. هنا طبعا الخامة اللي انتوا شايفينها دي اسمها ايه؟ سيلفا خضرة. باين قوي انها سيلفا خضرة. حطيت ايدي عليها بس مش كانتش متلمعة، جبت مية ورشيت علشان يبان اكنها متلمعة. المفاجأة بقى هنا، المفاجأة الكبيرة اللي انا كنت يعني بنفسي من زمان اعمل الفيديو ده علشان الناس تشوف. الله، برافو عليك يا كمولتش. ايه ده بقى؟ صاني منيا. يبقى كده السيلفا الخضرة هي والصاني منيا من نفس الحجرة. بكرر تاني، احنا شفنا الفيديو من شوية،
انا رشيت ميه هنا عشان تبان اكنها متلمعه. دي نفس الخامه، اسمها ايه؟ صاني مينيا. ولما اتقطعت بشكل معين جت فيها السلسله، الخطوط اللي كانت باينه قدام حضراتكم من شويه اتباعت اغلى من الصاني مينيا. اهي نفس الحجره، برجع تاني اهو، السيلفا الخضراء اهي، العروق اهي اللي الناس بتحبها. لو اتقطعت بالطول كده هتطلع بالوش اللي في اليمين، اتقطعت بالعرض هتجيب السيلفا الخضراء. شفتوا الفرق بقى يا جماعه؟ نفس الحجره، انا اللي رشش بايدي على الحجره دي ميه، انا اللي رشش بايدي على الحجره دي ميه علشان تبان انها متلمعه. دي السيلفا الخضراء في نفس الحجره تطلع لك حاجه اسمها صاني مينيا. يبقى انت كده واعي، عندك رخام عايز تستخدمه ويكون رخيص، ما تستخدمش السيلفا الخضراء لانها ضعيفه. انا بعمل ايدي اليمين عشان ايدي اليمين دي اللي كانت متعوره، عشان تتاكدوا ان انا ايه هو انا يعني. وبقول عليها ايه؟ رديئه، بلاش منها. مش بقول علشان كده عشان اللي اشترى الجبل اللي عمل فيه سيلفا خضراء جوز امي، لا خالص، ما اعرفوش. بس الخامه دي وحشه في ايه؟ ان السلسله دي بتفك. الخطوط دي اسمها سلسله، بتفك، ومن قبل ما تركبها بتكون مخرمه وفحره. الافضل منها اللي هي نفس الحجره اللي حضراتكم شايفينها دي، السيلفا الصاني مينيا. الصاني مينيا تستخدم في الشغل التجاري. طب بلاش شغل تجاري، ممكن نستخدمها في بيتنا، نستخدمها في البيت، بس نبقى عارفين ان احنا في خلال 10 او 5 سنين، او على حسب استخدام انا وعلى حسب نظافتي في البيت، هلاقي الفحر دي زادت. فحر صغيرة كده ممكن ناس تتعايش معاها، ولو لمعة كويسة بتعيش. انا ما بفضلش استخدمها خالص. اهي شكل الجدل الفص، ورب وديني وما اعبد واسلامي بكل ايمان المسلمين. الفصوص اللي انتوا شايفينها دي اتباعت على انها جلالة فص من ناس اعرفهم، ان الله حليم ستير، بيبيعوا الصن المنيا الفص على انها جلالة فص، والزبون ما يعرفش. بس ده حصل وشفته بعينيا، وما علينا بقى، ما علينا، مش هنجيب سيرة حد، خلينا في اللي احنا فيه. وده طبعا فيديو مفاجأة علشان تعرفوا ان الكابتن كامل برضو كان بينزل على التيك توك وعلى كواي، بس مسحته. وهنا كان مستوى ارجو ان انا ارجع له تاني. بفضل الله. ده الصوت الاصلي بقى، الصوت الاصلي اتشال، والله الصوت الاصلي اتشال بقى خلاص، مش مشكلة. كان الله في عونكم، كنت هسمعكم صوتي وانا بتمر. ادعوا لي بقى ارجع لمستواي ده يا جماعة. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.